السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم البنات، صباح النور، إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة يا رب. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا تاع اليوم، نصلي ونسلموا على سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. البنات اليوم جبت لكم وصفة تقليدية 100%، والنتيجة كما راكم تشوفوا فيها خواتاتي. جربوها والله ماكم رايحين تندموا. اليوم جبت لكم زيراوي تاع الكسرة، ولا رفيس تاع الكسرة، ولا رفيس تاع المثقبة، ولا كل واحد كيفاه يقوله. راح ندير لكم اليوم الكيلة مضبوطة بإذن الله، وجربوها خواتاتي وراح نبداو مع بعضنا. عندي 2 كيلات تاع الدقيق متوسط اللي نديرو به الكسرة العادي. انا درت الكيلة تاع مارغرين 500 غرام، يكونوا بومبي، ونديروا مغرف صغيره تاع الخميره تاع الخبز، ونديروا كاس غير ربع تاع الزيت، ونديروا الملح بطبيعه الحال، ونلموا العجينه تاعنا بالماء كما راكم تشوفوا خواتاتي. نديروا الماء بالتدريج بعد ما كنا دخلنا الزيت هذيك مليح مليح في الدقيق، باش كل حبه تاع سميد تدي حقها من الزيت ولا من الدسم، باش تجي الكسره تاعك مبسها وتتفتت وحدها. وهذا هو السر الاول تاع الرفيس تاعنا باش يجيك بنين. ونبداو ندلكو في العجينه تاعنا كيما نديرو الرخصاص عادي هكا. نحاولوا ندخلوا الماء هذاك مليح، وما تكثروش الماء. العجينه تاعك لازم ما تكونش طريه بزاف. شوفي راني نزيد بشويه قيس ما يتلم لي العجين هذاك، ونقدر ندير 2 قرصات ونطيبهم في الطاجين كيما راح نشوفوا مع بعضنا. شوفوا خواتاتي، ها دركا نقسمها على 2 ونبدا نلم في العجينه نتاعي هكا. هي راح تجيك صعيبه شويه، كعد العجينه نتاعنا راهي مبسه بزاف بزاف اكثر شوي من المعتاد تاع الرخصاص. شوفي نبدا ندير هكا حتى تتلم لي العجينه نتاعي بهذه الطريقه. شوفي اختي هكا، شوفي. وننصح ما ديريش اختي العجينه نتاعك في البيترا. كاعد الكسره هذه تاع الرخصاص راح تجي يابسه شويه مش كيما تاع المطلوع. وهذا هو القوام تاع العجينه تاعنا هنا. اذا كانت تحبي تخليها تريح شويه، انا استخدمت مباشره بديت نحل فيها، ورا كاعد راهي مدايره مبسه شويه. شوفي على الحواف راح تجيك مشققه فيها التشققات هذوك، وما يقلقونيش. قاعد راح نرحي الكسره تاعي ماهيش تما، مانيش راح نخليها مرصوبات. اذا الشكل هذا ما يهمنيش بزاف. شوفي نبدا نحلها، ما ديريهاش خشينه باش ما يقعدلكش لداخل عجين. ديريها عادي كيما الكسره تاع الرخصاص، ونطيبها في الطاجين كيما راكم تلاحظوا خواتاتي. ونبدا نفتت فيها هكا. هنا تحبي تفتتيها بالمهراس ولا بيدك ولا كيما تحبي، المهم لازم تتفتت الكسره تاعنا مليح. شوفي انا نفتت فيها هكا وهي سخونه، راح تتفتت بكل سهوله بين يديا. شوفي اها، صدقوني الرفيس هذا يجي بنين 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 بالبزاف. وعلى بالي باللي كل واحد والمنطقة تاعو قادر تلقاي منطقة نفس الوصفة، بصح الاسم تاعها كما قلت لكم يختلف هكا. وهذا هو الهدف نتاعي انا من القناة. ماذا بيا نعطو الوصفات التقليدية اللي ما فيهاش مقادير بزاف، يقدروا كل العائلات الجزائرية يديروها ويستمتعوا بها وبالبنة نتاعها. شوفوا بعد ما غربلت الكسرة تاعي ها هو كي، ودرك هذاك اللي بقى لي الفوق نزيد نرحيه ونعاود نغربله بكل سهولة. وراح نكي لكم هنا الغرس. انا درت بنفس الكيلة يعني بالباطة هذيك تاع المارغرين تاع 500 غرام. راح ندير نفس الكمية تاع الغرس كيما قلت لكم. وهنا راهو جاني حلو شوي. انتي اذا كان تحبيه ناقص شوية حلاوة نقصي شوية الغرس. انا درت بباطة معمرة قد قد. ونبدا ندخل الغرس هذاك في الكسرة كيما راكم تشوفوا خواتاتي. ها الغرس هذا هايل هايل، جا طري وبنين بالبزاف. انا شريته بالعلف ومن بعد صفيته ولا نقيته نحيت له النواه هذاك تاعو،
ونبدا نخدم به عادي، وندخل الكسرة مليح مليح في الغرس. شوفي كيف راني نحك فيها بين يديا. بعد ما ندخل الغرس مليح مليح، شوفوا القوام تاعو كيف خرج لي. ندير نصف باطاط تاع المارغرين تاع 250 غرام، يعني 125 غرام تاع المارغرين. هنا اختي اذا كانت تحبي تذوبي المارغرين تاعك ذوبيها، اذا ما تحبيش ديري كيما درت انا هكا، حطيتها فقط. ونبدا ندخل مارغرين هذاك في العجين تاعي ولا في الرفيس تاعي كيما راكم تشوفوا هكا. ندخل مليح مليح بين يديا هكا ونحك مليح حتى تتوزع المارغرين هذيك على الغرس والكسرة ولا على الرفيس. وهذا هو القوام تاع الرفيس تاعنا. شوفوا هنا اختي العزيزة، اذا كان عندك الكاوكاو مرحيض تحبي تضيفيه ضيفيه، هو ما هوش ضروري. خلاص هي الوصفة الاصلية هكا، ما فيها حتى زيادة. هذو هما المكونات اللي لازم يتنداروا في الرفيس، هي الكسرة والغرس والمارغرين فقط، لا زيادة ولا نقصان. وهنا راح نقدمه لكم بطريقتين، الطريقة التقليدية وراح نزيد ندير اشكال هكا اذا كان تحبوا، ولا هكا برك ديريه في السحنة وست فيه شوية يكون الرفيس تاعك واجد. وقدميه وبالصحة والهنا. واللي جرباتو اختي العزيزة تكتب لي في التعاليق وتقول لي رايها في هذا الرفيس تاعنا اللي درناه اليوم مع بعضنا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاعنا. قدميه اختي مع اللبن ولا الحليب تاع الساشيات ولا الرايب، وصدقوني راح يجي عشاء خفيف هايل هايل وبصحتكم وبصحة كل اللي يجرب الوصفة تاعنا تاع اليوم. واللي كملت تفرجت معايا الفيديو لهذه اللحظة، نقولك أختي شكرا على المشاهدة. وإذا ما درتيش اشتراك ديري اشتراك من فضلك أختي باه يوصلك كل جديد. ودركا ما بقى لي غير نقولكم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.